أنا اسمي سلة. هحكي لكم عن حمادة. حمادة ده كان فلاح شغال في الأرض اللي جنب بيتنا، بس كنت بحبه جدا، وعلى طول هو كان بيوعدني بالجواز، إن هو يعني هيتجوزني وكده. وفعلا بعد فترة لقيته نفذ وعده، وكان جاي علشان يتقدم لأهلي. بس عايزة أقول لكم إن أهلي رفضوه، عشان يعني شغال باليومية ورزقي، وطبعا الحالة المادية بتاعته وحشة جدا، وما ينفعش إننا نتجوز أصلا. بس بالرغم من كده علاقتنا ما اتقطعتش رغم رفض أهلي. أنا وهو فضلنا متمسكين ببعض أكتر وأكتر، لما لقيته بقى خصوصا إن هو فعلا يعني جه لأهلي وتقدم ليا رسمي. بس لقيت أهلي بقى هم اللي رفضوه، فمعنى كده إن هو إيه، بيحبني وما كانش بيضحك عليا أبدا. وقتها أهلي قالوا ليا إن أنا لسه صغيرة، حب إيه وكلام فاضي إيه وزفت إيه اللي انتي بتتكلمي فيه ده، انتي لسه عندك 18 سنة. فضلنا بقى سنة كمان مع بعض أنا وحمادة لحد لما كملت 19 سنة. عايزة أقول لكم إن طول الفترة دي كلها كان بيجي ليا عرسان كتير جدا جدا، لكن أنا اللي كنت برفض. لحد بقى لما الناس بدأت تتكلم معايا، وبدأوا يتكلموا على سمعتي، علشان طبعا يعني كان في كلام كده طالع عليا، وإني أنا على علاقة بحمادة، وإني أنا كنت أصلا على علاقة بيه قبل الجواز. في الوقت ده بقى قرر إن هو يسيب شغله في القاهرة ويرجع البلد، يشتغل هنا تاني ويستقر. وطبعا أنا ساعتها في الوقت ده أنا كنت هتهبل، وما كناش برضو عارفين إزاي هنتقابل. فكنت بستنى بقى يرجع من شغله، وأحضر ليه الغدا، وأحط ليه المنوم في الأكل علشان أخلص منه، وبعدها ينام على طول. وحمادة بقى يجي ليا ويقضي معايا طول الليل، لحد لما في يوم حصل اللي ما كنتش عاملة حسابه أبدا. في يوم من الأيام لقيت علي صحي فجأة من النوم، بس كان بقى مدوخ شوية، مدوخ كده حبتين. بس المصيبة الكبيرة بقى إن هو شافنا وإحنا مع بعض، أنا وحمادة. بس بسرعة جدا أنا وحمادة رحنا ضاربينه كده على دماغه لحد لما وقع على الأرض. ورحت أنا أخدة حتة قماشة ولفتها حوالينه، وفضلنا نضرب فيه، ضربناه أنا وحمادة لحد لما مات. بعد كده لميت كل الذهب والفلوس اللي كان هو جايبهم لي، والمهر يعني والحاجات دي كلها، كان جايب لي ذهب كتير جدا، واديتهم لحمادة. وقلت له امشي انت بسرعة بقى، وحاول ان انت تهرب، اهرب من هنا بسرعة، من غير بقى ما حد يشوفك، ومن غير برضو ما حد يشوفك وانت بتنزل. وانا بقى استنيت للصبح، ورحت متصلة على اخت علي، وقلت لها ان في ناس دخلوا علينا، ناس يعني حرامية، وتهجموا على البيت وضربوا علي، وسرقوا كل الذهب والفلوس اللي كانوا معايا، وكمان اعتدوا عليا انا كمان، وطلعوا يجروا. اخت علي جوزي طبعا لما شافت المنظر ده اترعبت طبعا جدا، راحت متصلة بالبوليس، بلغت البوليس ساعتها في اسرع وقت. وصلوا طبعا في البيت على طول، بس اول لما شافوني كده زي ما يكون كده شكوا في كل حاجة. وطبعا الطب الشرعي لما عملوه يعني وكشفوا عليه، أكدوا إن في كميات مخدرة كبيرة جدا في جسمه. ده غير كمان اللي في علامات ظاهرة كده على وشه، إن زي ما يكون كده حد خبطه، ولا حد يعني ضربه بالقصد. وكمان كشفوا عليا وأثبتوا إن في علاقة تمت معايا. وللأسف بقى، مع كمية التحريات دي والتحقيقات اللي حصلت، عرفوا علاقتي بحمادة، واتمسكت، وهو كمان اتمسك حمادة لما كان بيبيع خاتم من الخواتم بتوعي. لما شافوا اللي كان يعني بيروح بيه، كان بيروح بشوية دهب كده عند كل جواهرجي، ففي جواهرجي منهم قال له هات الفاتورة، فهو ما ادهوش يعني، فشك فيه وراح مبلغ عنه، فاتمسك بقى بالخاتم وهو بيبيع الخاتم. بس أنا بقى اعترفت ساعتها بكل حاجة، ونفيت إن حمادة ليه علاقة بأي حاجة من اللي حصلت، وأنا اللي خلصت على جوزي، وإني أنا بعد ما خلصت اتصلت واستنجدت بيه وهو جالي، وإني أنا اديت ليه الذهب. طبعا ساعتها أنا فضلت أترجى الشرطة وأقول لهم إن هم يعني ما يعملوش حاجة لحمادة، علشان هو حبيبي، وإنهم يحبسوني أنا. وفعلا أنا يعني قضيت فترة حبسي، اتحبست حوالي كده 6 سنين، وكنت بعمل كل ده علشان حمادة اللي هو حب عمري، إن إحنا يعني عشرة حب حوالي كده 10 سنين، إن هو ما يتأذيش وأنا اللي اتأذي مكانه. المهم أنا بعد ما طلعت من السجن بقى، وكنت فرحانة ورايحة الحمادة، علشان إحنا يعني بقى إيه، خلاص يعني هنعيش مع بعض، وإن إحنا هنتجوز وكده. المهم أنا بقى إيه، لما رحت له بيته اكتشفت اللي ما كنتش متوقعاه أبدا، وإني أنا ضحيت بحياتي وضحيت بنفسي علشان خاطره. اكتشفت إنه للأسف
طلع متجوز، وكمان لقيته مخلف بنته عندها سنة وحياته مستقرة، وعايش كمان هو اتجوز بالفلوس والذهب اللي أنا اديتها له، لأني اكتشفت ساعتها إن هو كان عاين جزء كده على جنب من الفلوس اللي أنا اديتها له، وإن البوليس ساعتها معرفش يمسك كل الفلوس اللي كانت معاه، واكتشفت إنه عايش حياته طبيعي جدا، وكمان اتجوز وخلف. ولما رحت له أنكر علاقتي بيه تماما، وطردني كمان من بيته، وأنا دلوقتي بقيت مشردة وبشتغل كده، يعني بشتغل خدامة بخدم في البيوت، ومش عارفة بصراحة أحل كل اللي جرالي ده إزاي. أنا ندمانة وعارفة إن ده عقاب ربنا ليا، وإن يمكن ربنا ينتقم مني علشان ظلمت جوزي اللي حبني ووقف جنبي واداني كل حياته واداني كل فلوسه، فده عقاب ربنا ليا، وإني أنا أستحق العقاب ده. بس مش عارفة ربنا هيسامحني في آخرتي ولا لأ على اللي أنا عملته ده. ياريت تقولولي ربنا هيتقبل مني كل اللي حصل ده ولا لأ. أنا عايشة دلوقتي بالحلال وباكل لقمتي بالحلال، وبدور على أي حد يعني بقى ابن الحلال كده واتجوزه وياخد باله مني، لأني تعبت في حياتي نفسيا جدا ومريت بأزمات صعبة قوي، وعارفة أني أنا أصلا مش بنت حلال وما استاهلش، وأستاهل كل اللي يجرالي ليا. بس مش عارفة هل ربنا هيسامحني على كل اللي أنا عملته ده ولا لأ. مستنية كل آرائكم وتعليقاتكم، وتقولولي هل ربنا يسامحني على اللي أنا عملته ولا لأ. أنا بحاول كل يوم إني أنا أصلي وأدعي ربنا إن هو يكفر ليا ذنوبي اللي أنا عملتها في حياتي دي كلها، بس لحد دلوقتي مش عارفة إن ربنا يعني ممكن يغفر لي ولا لأ. أنا عارفة إن ربنا غفور رحيم، بس ياريت تقولولي وتنصحوني أعمل إيه.